لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1438 لوانا كان تفسير القرآن بيورز بيما وخزمتان وبس رزامندي رب العالمين وهوادان مئوي آزيش سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. بەڵێ خۆشەویستان رب العالمين باس لە ذاتی خۆی دەکات وەکو لە باب المناسبة وآت لەگەڵ ئەوەی پێشووتر لما وحد الله تعالى نفسه لآت پێشووتر کاتێکەوە خی گەورە سبحانه وتعالى باسی لە وحدانیەتی خۆی کرد سبحانه وتعالى بۆی کەوا لە ڕێگای جبریلەوە پێغەمبەران عەلەیهیمو سەڵاتو وسەلام ئاگادار دەکاتەوە کەوا خەڵکی ئاگادار بکەنەوە کە الله تعالى لا إله إلا هو هەر ئەویشیانەوەی کەوا تەقوای بکرێ. ئیتر کاتێک لە ئاەت پێشووتر خی گەورە سوبحانەهو وتەعالە باسی لە وحدانیەتی خۆی کرد لێرەدا دەل على وحدانیەتیهی لێرەدا بەڵگەی دەینتەوە لەسەر وحدانیەتی خۆی لەسەر ئەوەی کەوا ئەو تاکە ئیلاහ و پەرستراوی بە حەقە بەوەی بکە بە شێوەیەک بما ذكر مما لا يقدر عليه غيره باس لە شتێک دەکا باس لە صیفەتێکی خۆی دەکاکەوە غەیری ئەو کەس لە توانای دانیە کە ئەویش بریتێ لە خەڵقی ئاسمانەکان و زەوی وإيجاده أصول العالم وفروعه أو خوای سبحانه وتعالى کەوا ئەسلی ئەو دنیایە و هەروەها هەموو لقوپۆپەکانی دروست کردێ بە شێوەیەک على وجه الحكمة بشيويك أو فري حكمتي تداود فرمي خلق السماوات والأرض بالحق وتا خلق الله السماوات والأرض بالعدل. الله تعالى أسمان كانوا زوي خلق كرديا بو فري عدالته بو فري عدالته كاتب الحق واتب العدل بو فري عدالته ولم يخلقهن عبثا. الله تعالى ببيه هدف وببيه هدى خلقي نكرديا لبوت خلقي كرديا بحق أو حقسيا وذلك ليعبد وحده تاوكو تنهى أو ببرستري وليعلم الناس عظمة خالقها تاوكو خلشي عظمتي أو خالقيان لبو بديار بكوي لخلالي أو بونوري كوا تماشايدكن كوا خوايقور خلق كده عظمتي أو خالقان وبديار دكوي ويعلم قدرته على إعادة خلقه يوم القيامة وتاوك لخلال بيركرنا ولا خلق آسمان كانوا زبي هم عظمتي الله تعالى نبدياركوي هم قدرتي أو ذاته لسروكوا بتواناية زاريش ديكاش لدواي مردني إنسان كان زاريش كزنديان بكاتوا كواتيدا همو كسيك حق و حسابی خۆی بە چاکە و بە خراپە وەردەگریتەوە. شەنقیتی دەڵێ کاتێکەوە خوای گەورە دەفەرمێ معنى كون خلقه للسماوات والأرض متلبسا بالحق معنای چییە کە خوای گەورە سوبحانه وتعالى ئاسمانەکان و زەوی بە حەق دروست کردیە أنه خلقهما لحكم باهرة واتە خوای گەورە ئاسمانەکان و زەوی خەڵق کردیە بە چەندین حکمەتی زۆر گەورە ولم يخلقهما باطلا ولا عبثا ولا لعبا. الله تعالى آسمان كانوا زوي خلق نكردية بنا حقو ببيم بستو بقمو قالتا فمن الحق الذي كان خلقهما متلبسا به يقلو حقانكوا خواي قور آسمان كانوا زوي بي ودروس كردية إقامة البرهان وتا بلقه هنا نوية بلقه
لسروك وعلى أنه هو الواحد المعبود وحده جل وعلا كواتا بيركرنا ولا أسمان كانوا زوي بوهمو وردكارية وبو عظمتك خلق كده بالقية لسروي أو ذاته هر أو معبودي بحق سبحانه وتعالى كما أوضح ذلك في آيات كثيرة هل وكل سندين آيات تر ويقول أو حقتي بهزدك لما ذكر الله تعالى أنه المستقل بالخلق وحده لا شريك له كاتك الله تعالى باسي لوكر كهر أو ذاته خالق بتنها خالق أسمان كانوا زوية بتنها والشريش نبوة لا دروس كان أسمان كانوا زوي وكان لذلك يستحق أن يعبد وحده لا شريك له أو ذاته بتاكو تنها أو بون وري خلق كلا الأسمان كانوا زوي لو هر أو ذاتشا شاني أو كواب برستري ببه أو الشريش لو بريار بدري ولا يصح أن يعبد معه من لا يقدر على شيء دروس نية راست نية كوا لقل أو ذاتي كسانيك ببرسترين كوا هيس توانايا نية لويا خواهي قول سبحانه وتعالى دعائك وفرم خلق السماوات والأرض بالحق يكسر فرم تعالى عما يشركون تعالى عما يشركون أي تعاذم الله عن شرك المشركين الله تعالى عظيم ترى لو يكوا كسانش مشرك شريش لو بريادا وترفع عن أن يكون له شريك لو يبرسترى لو يقورترى كوا شريش لو بريار بدري فهو المنفرد بالخلق هر أو ذاته بتاكو تنيا خلقي كرديا لويا المستحق وحده لعبادة خلقه لويا هر أوي الشان بتاكو تنيا بندكاني بي برستن فلا يكون إلها إلا من يخلق بقدرته مثل السماوات والأرض هيد ذاتك شانية بيبغوتري إله برستراو مگر أو ذاتنا بكتواناي دروس كردني أسمان كانوا زويها فيحدثها من غير شيء على غير مثال سابق أو ذاتك لهيت سوا أسمان كانوا زوي دروس كر ببيع أو مثال يش بيشوترها بتساوي لبكاتوا وليس ذلك في قدرة أحد سوى الله الواحد الأحد ليه أو خلق عظيمة لتواناي هيد ذاتك نية ما قال لتواناي أو ذاتنا بكوا الله سبحانه وتعالى كوا واحد أحد وشاني برستنا كوا بلغ لسر أو كوا الله تعالى شاني برستنا أو الله سبحانه وتعالى أو ذاته كوا أسمان كانوا زوي ببه مثالي شي بيشو ترهبوا بي خواهي قول خلقي كرد بو عظمته أو ذاتي كوا بحق خلقي كردي لويا حق كش أو كوا ببرسري أو ذاته سبحانه وتعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين إنزال باش دروس كرني آسمان الزوي خواهي سبحانه وتعالى باز لخلق إنسان دكا وكو أبي حيان ضلي لما ذكر الله تعالى ما دل على وحدانيته من خلق العالم العلوي والسفلي وهو استدلال بالخارج كاتكوا لأت بيشوتر خايقر بلقي لسر يكتاي خوي هنا ويكتاي خوي كواشاني برستنا ويهر أو ذاته عالم علوي وسفلي آسمان كان وزوي خايقر أو ذاته كوا خلقي كردية ليشاني برستني هي لير دا أو زارة استدلال دكا وبلقى دين توب نفس إنسان كان فذكر إنشاءه من نطفة أخوائي كوا إنسان لنطفة خلق كردية أو زال نتيجة دا إنسان دبيتتي خصيم مبين وكان حقه والواجب على أن يطيع وينقاد لأمر الله أو إنسان كوا أخوائي جور سبحانه وتعالى لو نطفة آواه خلقي كردي أصل وابك ومطيع بلبوخ سبحانه وتعالى من الكذب بلام دبيت خصيم مبين مخاصمة دكا وكدين باسي دكين خلق الإنسان من نطفة أي خلق الله الإنسان من مني الرجل ومني المرأة لا نطفيك خواهي قالوا إنسان خلق كذا كبريت يلا تيكلاوي بين آوي بياو آفرت تيكلاوي بين
ئاوی پیا و ئافرەت لەو نوتفە ئاوە خوای گەورە خەڵقی کردیە. نوتفە بە مانای مەنی دێ وەقیل ئەلماء الصافی لەلایەن لوغەتەوە نوتفە بریتە لەو ئاوێکەوە صافیە ئینجا ئەو ئاوە کەم بیان زۆر وەقیل ئەلماء القەلیل بەڵکو ئاوێکی کەمی صافیە گوترێ نوتفە. ئیتر معلومە ئەو ئینسانە خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا لە ئەسڵەوە بابمان ئادەمی عەلەیهی سەڵات وەسەلام لە خاک و خۆڵەوە دروست کرد، پاشان خوای گەورە دایکمان حەوای لە پەراسووی ئەو خەڵق کرد. ئینجا لە دوایی ئەو دایک و بابە خوای گەورە سونەتی وا بووکەوە لە نزیک بوونەوەی ئادەم و حەوا نەوە و زوڕیەتیان لێ پاشکات و ئیتر لە دوای ئەوە ئەو زیادکردنە بەو شێوەی بوو زۆربوونی ئینسانەکان بەهۆی نوتفە و ئەو ئاوەی پیا و ئافرەت کە دەگەنە یەکتری کە خوای گەورە ئیزنی لەسەربی فەرمانی لەسەربی ئینسانی لێ بە پاش دەکەوی. ئیتر خوای گەورە ئینسانی دروست کرد غەیری ئادەم چونکە وەک گوتمە ئادەم لە خۆڵەوە خوای گەورە خەڵق کرد، بەڵام لە دوایوی ئینسان دروست دەکات لە نوتفە لە گەیشتنی ئاوی پیا و ئافرەت. فإذا هو خصيم مبين فإذا بهذا الإنسان أو إنساني كوا خوای گەورە لە نوتفەیەک دروستی کردیە يصبح مخاصما ظاهر الخصومة خصيم مبين مخاصمة دەکا واتە مجادلە دەکا دژایەتی دەکا زۆر بە ئاشکرا يبين عن خصومته بمنطقه کەواتە خصومەتەکەی و دژایەتیەکەشی بە دیار دێخی بەو قووەتی بەیانکردن کەوا پێی بەخشرایە. فيخاصم خصومة شديدة في قدرة الله على البعث وغيره. سبحان الله. أو إنسان ديت مخاصمة دكا دجاتي دكا مجادلة دكا درباري چی؟ درباري قدرة الله تعالى لسر زندي كردنوا ويكذب بالحق أو حقي بدرو دزاني كخواي قول ناديتي ولا يشكر ربه على نعمه شكراننا كالسر نازو نعمتك كان پروردگاني. كواتا خصيم أي مخاصم جدل بالباطل خصيم واتا مخاصم تسيا جدل بالباطل مجادلة دكا بباطل بنا حاق. وأصل خصم يدل على المنازعة أصل كلمة خصومتش بلغي لسرتي منازعة چشم چشم راچش مجادلة دكا بنا حاق. سعدي ضلي فإذا وخصيم مبين يحتمل أن المراد ما بس تكلير أويا فإذا هو خصيم لربه أو إنساني كواخوي لونه في خلق كرديا إنزا ك ديت سرهيز وتوانا ود الصلاة خوي خصيم لربه مخاصمة دكا منازعة دكا مجادلة دكا لقل قدرتي پروردگاري ولقل پروردگاري ولسد الشريعة دا صلاة پروردگاري مخاصمة دكا يكفر به كفراني بيدكا ويجادل رسله مجادل لقل پیغمبراني دكا وهروها آتكاني بدرو دزاني ونسي خلقه الأول لكاتك دا خوي لبيرتسو كخواي قلت سنعمتيشي لقل كردية لتسيو درستي كردية فاستعان بها على معاصيه وتبنازو نعمتكاني خواي قورك خواي قور بي بخشيا ديت مجادلة دكا أو نعمتان دكات يارمتي دك لبوي كوازياتر معصيتي بيبكا. ويحتمل أن المعنى لو أنش معناه كوهاي لبي أن الله أنشأ الآدم من نطفة خواي قورة وآدمي لنطفة خلق ثم لم يزل ينقله من طور إلى طور باشان قوناغ بقوناغ وكو معلومة لزجيدايتشي وباشان قوناغ بقوناغ حتى صار عاقلا متكلما ذي ذهن ورأي حتى وكو قورة دبي تكسيش عاقل فكر كرنويه ورأيه لدوا أوها منازل نعمة يخاصم ويجادل ديتا مناقشة دك مجادلة دك فليشكر العبد ربه الذي أوصله إلى هذه الحال أصل أو إنسان شكران بك كأخواي قورقان ديتي أو حالتي كوالا ليس في إمكان القدرة على شيء منك بقدرتي خوينية هم أخواي قورة بي بخشية شنقيتي ضلي كاتك وأخواي قورة فإذا هو خصيم مبين ضلي أظهر القولين فيه كواتا دو قولي لسرة ضلي ظاهرتين قول لسروي
أنه ذم للإنسان المذكور كاتب راسي إنساني كلا نفيق دروس كلا لا نتيجة زوريني دبي تخصيم من كواتا راسي إنسان زيجاي قلية. والمعنى خلقناه ليعبدنا ويخضع لنا ويطيع واتمنى كي خايق فالمئة ما خلق ما كله كوا بمان برستي ملكزبي لبومان مطيع بي بلان ففاجأ بالخصومة والتكذيب بلان فاز أكل ويدابو لزيات عبادة بك لزيات يوم الكذبي دي مخاصمة دك دجياتي دك وبدرو دزاني لبروي ديار إذاك فجائية فإذا هو أصل بابو كوام الكذبي بلام أو دي تنسدكاتا أو دي مخاصمة دكات دجياتي دك مجادلة دكاتا لا برامبر خواي قول سبحانه وتعالى كمش كجماعة باس بكين لا تفسير وآتا بلام لبرتوابوني كات دوستين فبشتواني الله تعالى وأن إذا دينه وخزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.